في سنة 1949 في ولاية ميريلاند في أمريكا كان في عيلة مكونة من أب وأم وطفل. الطفل كان اسمه رولاند وكان طفل انطوائي جدا، ما بيحبش يقعد مع حد، ما بيحبش يخرج من البيت. ولكن كان في شخص واحد بس هو عنده اللي مميز جدا ومفضل، كانت عمته هارت. هارت كانت شخصية غريبة جدا، كانت تقرأ عن الماورائيات والجن والشياطين والحاجات دي كلها والتواصل مع الموتى والتواصل مع العالم الآخر. وكانت بتستعمل لوحة الويجا كتير جدا، وكانت دايما تقول لرولاند تعالى نلعب بلوحة الويجا. وكانت لما القطعة اللي على اللوحة تتحرك رولاند كان يقعد يضحك وينبهر. وفي فبراير 1949 ماتت هارت، وطبعا ده أثر جدا في رولاند وكان مخليه متدمر نفسيا، ولا بياكل ولا بيشرب، ودايما قافل على نفسه الباب وبيستعمل لوحة الويجا محاولة منه ان هو يتواصل مع هارت. ولكن للأسف رولاند ما كانش عارف عواقب اللي هو بيعمله. وبعد موت هارت بأيام ولعبه باللوحة حصل حاجات كتير جدا غريبة، منها ان العيلة كانت بتسمع خبط في الحيطان والسقف، وهو شخصيا كان بيقوم من النوم مسروع ومفزوع وكان بيقول ان حد بينده عليه. بعد كده في علامات بدأت تظهر على جسم رولاند نفسه، منها خرابيش ومنها جروح عميقة، وكمان كان في منها كلمات زي ايفل اللي هي شر، او هيلب مي يعني ساعدوني، او كان في اكزيت يعني خروج، او هيل اللي هي جحيم. طبعا الاب والام قلقوا عليه جدا وودوه لدكاتره نفسيين وبشريين، وكلهم اجمعوا على ان اللي عنده ده حاجه مش مفسره، وكان مرض مش طبيعي. فقدوا الامل من الدكاتره فاتجهوا لقسيس اسمه لوثر شولتز. القسيس جاله البيت وشاف رولاند وهو مربوط في السرير، والسرير كان عمال يتحرك يمين وشمال لوحده، والاوضه كانت برد جدا وكان في صوت جاي من الحيطان زي صوت الزئير. ساعتها لوثر قال للأم إن اللي هنا مش روح عادية، وإن لازم يتواصلوا مع الكنيسة الكاثوليكية، لأن الكاثوليك بس هم اللي مسموح لهم إن هم يعملوا جلسات طرد الأرواح والكلام ده. الكنيسة بعد ما شافت حالة رولاند قرروا ان هم يقدموا لهم المساعدة عن طريق ان هم يبعتوا لهم قسيسين، وبالفعل بدأوا ان هم كانوا يساعدوه عن طريق ان هم يعملوا جلسات طرد ارواح في دير سان أليكسيس في سان لويس. ربطوا رولاند في السرير عشان ما يبقاش خطر على نفسه او خطر عليهم. واول ما بداوا يقروا من الانجيل رولاند بدا يصرخ بصوت مش صوته، كان صوته راجل كبير جدا وبيتكلم لغه مش مفهومه. وفي حوالي شهرين ونص عملوا عليه اكتر من 20 جلسه، وال20 جلسه كان كل جلسه بيظهر عليه علامات جديده، زي ما بين ان في كلمات جديده ابتدت تظهر على جسمه، وان هو بيقول اسرار لقسيس من الاساوسه اللي موجودين، الاسرار ما حدش يعرفها غير القسيس نفسه. وكان في مره بيتكلم لاتينيه بطلاقه مع انه اصلا ما يعرفش غير الانجليزي. في مره برضه تانية السرير بتاعه طار في الهواء. في جلسه من الجلسات القسيس قال جمله من الانجيل، بص له رولاند وقام مصرخ في وشه وقام قايل له مش هيخرج ده بتاعي انا، وقام طاير في الهواء لورا، وقع على ظهره وكتب على صدره كلمه اكزيت. وفي كل جلسة كانوا بيفضلوا يصلوا ويقروا عليه الإنجيل لحد ما الولد يغم عليه ويخش في غيبوبة. وفي الليلة الأخيرة قرر واحد من الأساوسة إن هو يقعد قدام رولاند ما يسيبوش إلا لما يخرج الشيطان اللي جواه. فضل قاعد حبة قدامه يقول من الإنجيل كلام كتير جدا لحد ما رولاند عينه طلعت لفوق وغم عليه، وطلع صوت ساعتها ورولاند مغمى عليه. قال ان هو خرج خلاص. بعدها بشويه رولاند فاق وكان مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، ورولاند كبر واتجوز وخلف وعايش حياته بشكل طبيعي جدا. والكنيسه قررت انها تخفي اسمه ده طبعا حفاظا عليه وعلى سريته وعلى حياته الخاصه. وبس كده. على فكره القصه دي كانت حقيقيه واتعمل عنها روايه وفيلم وكان اسمهم ذا اكسورسيست. وبس. لايك بقى وسبسكرايب ويلا بينا.